النهارده هنعمل بودكاست قوي جدا. معانا محمد سعيد ومعانا جوردن. عايز اعرف منك كده محمد النجاح بالنسبه له ايه؟ الشخصيه القويه ازاي؟ منبعها منين؟ اديني اللي عندك. عارف ان موضوع النجاح ده موضوع صعب جدا. احنا كمصريين مجتمعنا دايما اللي بيخش الطب والهندسه والصيدله هو ده المتفوق، اللي بيلبس بدله شرطه ولا بدله جيش هو دايما المتفوق. احنا بقينا بنحكم على النجاح بنظره المجتمع لينا وبننسى احنا عاوزين ايه وشاطرين في ايه. احنا محتاجين نغير وجهه نظرنا وتفكيرنا عن مفهوم النجاح. معانا جوردن من الناس انفلونسرز كبار في مجال الريل ستيت واللايف ستايل، وازاي تقدر تسكن في احسن بيت. اسئله مهمه. How much do you pay for rent in Dubai؟ قولها لنا كده جوردن. How much do you pay for rent in Dubai guys؟ كم تدفع إيجار؟ You own. إنسان ناجح. انا عايز اعرف جوردن اللي هو جاي من خلفيه راشن، جاي من خلفيه روسي على مصري على خليط كده، عملوا واحد مصري مختلف شويه. شفت ان انت الباث او الطريق للنجاح من منظور جوردن، بدايته كانت ازاي وايه اللي مخليك متميز اصلا؟ بص، هو بدايته من وجهة نظري بعد كل التعب السنين دي والمثابرة واللي انت ما بتستسلمش. يعني هو في انك بتحاول تخلي كل يوم ناجح. يعني انت ما تبصش، هي خطوات صغيرة. يعني انت النهاردة صحيت الصبح عايز تخلي النهاردة بس ناجح، بس انت تروح تنام بالليل بتقول خلاص النهاردة الحمد لله كان يوم حلو. ازيكم عاملين ايه النهارده هنبتدي بودكاست جديد هنتكلم فيه عن النجاح والعقلية اللي بتؤدي للنجاح والمفهوم المختلف للنجاح عند كل شخص. لأن زي ما احنا عارفين ان النجاح نسبي، النجاح مش حاجة ثابتة عند كل واحد. عشان كده احنا عاوزين نشوف ايه انواع النجاح المختلفة، وازاي كل واحد فينا بيفكر فيها بطريقة مختلفة عن الاخر. لان زي ما قلنا النجاح مختلف في عقلك، لذلك عاوزين نسمع اراء ناس مختلفة عن النجاح. والنهاردة معانا محمد سعيد ومعانا جوردن، ناس من الانفلونسرز المؤثرين في مجال الموتيفيشن والريل ستيت والميديا والاي تي. مجموعة كده من النجاحات متجمعة مع بعضها، ومعاكم الكسيب زي ما انتم عارفين. النهاردة هنعمل بودكاست قوي جدا، هنسمع رأي واحد واحد عن النجاح ونظرته ليه وازاي بيقدر يحلله. هنبتدي نسمع رأي محمد سعيد عن النجاح وازاي هو نفسه كشخص قدر ينجح وقدر يعمل حاجات مختلفة في مجالات مختلفة، وقدر يبقى واحد صانع محتوى كمان. لأن جزء كبير من النجاح إنك كمان تعرف توصله للناس، مش تبقى أناني وتخليه لنفسك، بالعكس توصله لهم وتوصل لهم رسالة إزاي تبقى شخص ناجح من منظور الشخص اللي تعب وخد الطريق ده. ازيك يا محمد؟ ربنا يخليك، انا اللي مبسوط جدا بيك ومبسوط بالتجربه اللي احنا بنعملها مع بعض. كل هدفنا في الاخر ان احنا نوصل للناس رساله ناجحه يفهموا بيها طرق مختلفه للنجاح ويختاروا هم الطريق اللي هم عايزينه. عايز اعرف منك كده محمد النجاح بالنسبه له ايه؟ الشخصيه القويه ازاي؟ منبعها منين؟ اديني اللي عندك. عارف ان موضوع النجاح ده موضوع صعب جدا. يعني وانت صغير وانت في المدرسة اهلك يقولوا لك وانت لسه في 5 ابتدائي ولا 6 ابتدائي، خلص بس الابتدائية عشان تخش الاعدادية، تخلص الاعدادية خلص بس الثانوية عشان تبقى الدنيا تمام، وذاكر ذاكر ذاكر عشان تخش احسن جامعة. تخش الجامعة تصطدم ان انت لازم تذاكر تاني كتير، تبقى نفسك تتخرج من الجامعة، تيجي اول ما تقدم على وظيفة الدنيا بتتغير وبتتصدم، تبدأ معايير النجاح عندك تتغير وتفضل تبص عليها. هو انا هبقى ناجح لما ابقى في شركه مالتي ناشونال؟ هبقى ناجح لما شغال في شركه صغيره ستارت اب؟ ولا هبقى ناجح لما اعمل بيزنس؟ احنا بقينا بنحكم على النجاح بنظره المجتمع لينا وبننسى احنا عاوزين ايه وشاطرين في ايه. فموضوع النجاح موضوع محتاج مقاييس داخليه واقتناع داخلي. انت الفيجن بتاعتك فين وتقدر تحقق ايه وناقصك ايه محتاج تتعلم. يعني يا محمد انت شايف ان الضغط المجتمعي واحد من الاسباب اللي بتخلي منظورك للنجاح يختلف اصلا؟ 100%. يعني لو انت اتولدت في بورا بورا ولقيت نفسك الناس بالنسبة لها النجاح انك تصطاد سمكة وتعيش في كوخ جميل وتخلف اطفال معاها سنارة جميلة تروح تصطاد بيها برضو السمكة تاني، وهو ده النجاح، مفيش ضغط مجتمع اكتر من كده، لا صح؟ لا لا، المجتمع للأسف بتاعنا احنا اتربينا على كده. مش عايز اقول بقى مجتمع عربي مجتمع غربي، بس انت عارف احنا كمصريين مجتمعنا دايما اللي بيخش الطب والهندسة والصيدلة هو ده المتفوق، اللي بيلبس بدلة شرطة ولا بدلة جيش هو دايما المتفوق. بينسوا دايما بقى ان دايما في وظائف تانية كتير. يعني اقول لك حاجة،
من الوظائف اللي موجودة في أمريكا وفي أوروبا غالية جدا مهنة المحامي. احنا المحامي عندنا في مصر الناس بتبص له اللي جايب أقل مجموع في الثانوية العامة هو اللي بيخش حقوق، والطب بس هو اللي بيخش عشان جايب مجموع عالي. فاحنا محتاجين نغير وجهة نظرنا وتفكيرنا عن مفهوم النجاح. ولا يا جوردن؟ طب انت شايف ايه يا جوردن بقى؟ اولا جوردن من الناس اللي يا جماعه انفلونسرز كبار في مجال الريل ستيت واللايف ستايل، وازاي تقدر تسكن في احسن بيت، وازاي تقدر يبقى عندك حياه مختلفه عن غيرك والتيك توك. بالظبط، في التيك توك وفي الاسئله مهمه. how much do you pay for rent in Dubai؟ قولها لنا كده جوردن. How much do you pay for rent in Dubai? أيوة. How much do you pay for rent in Dubai? كم تدفع؟ We pay. إيجار؟ I own. You own. Yes. yes إنسان ناجح. yeah if you believe واحد ناجح. yeah أنت how much do you pay for rent? I pay more than 170. هو ناجح برضه. ناجح يرفع ايده. خدت بالكم؟ So جوردن، انا عايز اعرف جوردن اللي هو جاي من خلفيه راشن، جاي من خلفيه روسي على مصري على خليط كده، عمل واحد مصري مختلف شويه، قدم أكيد، شخصيه multicultural. مختلفه بالظبط. أكيد أنت لما بتعيش في مكان مختلف تماما عن مكان مثلا زي القاهرة، مكان كل حاجة فيه مختلفة، فاهم؟ فأكيد بتتغير، بتبقى واحد تاني مالتي كالتشر، يعني حتى طريقة كلامك بتتغير. طيب انت شفت ان انت الباث او الطريق للنجاح من منظور جوردن، بدايته كانت ازاي، وايه اللي مخليك متميز اصلا؟ بص، هو بدايته من وجهة نظري بعد كل التعب السنين دي والمثابرة واللي انت ما بتستسلمش، يعني هو في انك بتحاول تخلي كل يوم ناجح. يعني انت ما تبصش، هي خطوات صغيرة. يعني انت النهاردة صحيت الصبح، عايز تخلي النهاردة بس ناجح، بحيث انت تروح تنام بالليل بتقول خلاص النهاردة الحمد لله كان يوم حلو، قدرت مثلا اخلص 1 2 3 4. فهو ده السر بتاعي. انا بحاول اصحى الصبح، بيبقى مثلا ممكن يومي فاضي اخليه يعني مليان بطريقه ما تتخيلش، ببقى بجري من كل حته لحته لدرجه انا مش ملاحق ارد على الموبايل. يعني انت بتحاول تخلق فاليو للوقت، وفي نفس الوقت مقتنع ان النجاح هو عباره عن قطع صغيره بتكملها جنب بعضها. بالظبط. هو قطع صغيره. انت اليوم بتختار الساعه تقضيها ازاي، تختار الفطار يبقى عامل ازاي، تختار الغداء عامل ازاي، فاهم؟ انت بتختار كل خطوه، بتختار تكلم مين، بتختار ما تكلمش مين، بتختار تروح فين، بتختار تقعد على القهوه دي ولا في الوقت ده مثلا تدرس لك كلمتين مثلا روسي ولا انجليزي ولا فرنساوي. يعني انت اختيارات صغيره، فانت الاختيارات الصغيره دي بتبتدي تكون حاجه اسمها عادات، فاهم؟ فانت بتصحى الصبح بقى عندك عاده، مثلا انت الاول قبل ما بتصحى بتاخد دش ساعه وبتنزل مثلا تجري سبرنت في الشارع، خلاص ده بيديك شويه طاقه، بيصفى مخك، بترجع وانت في الدش مثلا السخن بقى تبتدي تحط بلان على النهارده، مثلا مين المفروض ارد عليه، مين ما اردش عليه، ومين عندي الايميل. قبل ما اليوم يسرقك انت بتبتدي تخطط اليوم. يعني هو اعتبر حياه كانك نهر، فعلا نهر. فانت اما انت عارف رايح فين، يا اما النهر هياخدك مكان ما هو واخدك. انت فاهم؟ انت في النهر ممكن توصل من اسوان للقاهره، وممكن هو النهر ياخدك بقى لحد اثيوبيا، انت فاهم؟ يعني انت لازم تحدد اتجاهاتك، انت فاهم؟ يعني النقطه في ان هي بجد خطوات بسيطه جدا. انت بتبتدي تحط عادات تافهه جدا، انت بس تبتدي ما تضيعش وقت، بس تقول خلاص انا بدل ال4 ساعات اللي بضيعهم في التلفزيون كل يوم هعمل حاجه تانية، هنزل مثلا اروح الجيم ساعه، واقابل واحد صاحبي اللي انا عارف اللي هو ناجح في الحته دي، اقعد معاه ساعه مثلا افهم منه حاجه، بعدين اسمع لي كلمتين حلوين مثلا موتيفيشن سبيكر، او اشوف حاجه على اليوتيوب او كده ساعه، خلاص يبقى انا وفرت ال4 ساعات اللي انا كل يوم بضيعهم على التي في. قسمتهم. عملت بيهم حاجات تانية. انت لو حسبت 4 ساعات في السنه هيكلفوك كام؟ هيكلفوك كتير جدا. انت لو ضيعت 4 ساعات كل يوم في التلفزيون، يعني انت مش متخيل قد ايه انت كان ممكن تعمل حاجات في 4 ساعات دي. يعني انت من وجهة نظرك جوردن ان النجاح هو مجموعة من القرارات والاختيارات، قرارات، اختيارات، عادات، بالظبط. القرارات الصحيحة وخطوات صغيره. مظبوط، القرارات الصحيحة بتؤدي ان انت في الاخر بتخلق اختيارات لاسلوب حياتك، مظبوط. فبالتالي اسلوب حياتك ده هيصنع انسان ناجح. انت مع الوقت تلاقي نفسك بقيت واحد تاني. يعني انت هتلاقي نفسك غيرت تماما، انت بس عملت النهارده ناجح، بعدين وانت رايح قبل ما تنام قلت الحمد لله النهارده انا قدرت اقابل الراجل ده، قدرت اخلص الكتاب ده، قدرت اعمل الحركه دي، يعني اتعلمت حاجه جديده، رحت الجيم، قابلت اهلي، يعني قضيت اليوم كله وانا عارف انا بعمل ايه. يعني انت دلوقتي بقيت متحكم في اليوم، بس انت كل نجاحك في اليوم ده بس. ما تبصش بقى انا معيش فلوس في البنك، انا ما عنديش فولورز، انا ايه اللي هيكون بعد سنه، ايه اللي هيكون بعد سنتين، ده انا لو رحت الجيم انا شايف ان انا كلهم في الجيم عضلات وانا لسه ما عنديش عضلات.
ما تبصش لكل ده. انت بس النهارده روح الجيم 20 دقيقه، اقرا كتاب 20 دقيقه، فاهم؟ كلم اهلك كلهم كلمتين حلوين 20 دقيقه بس. ما تضيعش بقى، يعني شيل من وقتك الوقت اللي انت بتضيعه مثلا على القهوه، الوقت اللي بتضيعه على التلفزيون، الوقت اللي بتضيعه على السوشيال ميديا بس قاعد بتتفرج، فاهم؟ يعني لو بتتفرج اتفرج على حاجه ليها معنى، بحيث مثلا تعلم لك كلمه جديده او تشوف. يعني انا دايما بشوف الحاجات الموتيفيشنال، ليه بشوف برضه فيديوهاتك ساعات، لان هي بتديني بوش. انت اي حد فينا محتاج بوش، مهما كنت قوي هيجيلك وقت تحس شويه ان انت تحت، فعايز حد يزقك، مظبوط. فاهم؟ يعني مش كل وقت انت تبقى فوق، مستحيل بيبقى في بني ادم في الدنيا طول الوقت هو 100% ان. يعني كل الناس في فيديوهات تشوف انت دايما شايفين في طاقه في بتاع، اوكي، بس انا تمن كبير لده. لو شفت كميه صحابي اللي ما بيكلمونيش بسبب الموضوع ده، بيكلموني بالليل، يا عم احنا بس تعالى نقعد شويه بس نتقابل بس نشرب قهوه، أقول لهم معلش لازم انام بدري عشان لازم اصحى 5 الصبح. يزعلوا مني تاني يوم اصحى الصبح، انت يا عم نفضت لي. تمن كبير، يعني انت بتخسر ناس في الطريق اللي هم مش قادرين يخشوا معاك في طريقك، وفي نفس الوقت تكسب ناس تانية اللي ليهم نفس اهدافك. بس انت الخساره صعبه يعني انت تبقى متضايق، فاهم؟ انت مش عايز تقول لي ده لا، بس لازم تتعلم تقول لا. هتعمل ايه؟ ما هو ده مش هنقذك لما انت تخسر كل حاجه، انت فاهم؟ يعني انت لما تبتدي دلوقتي، انا وقعت كذا مره في بيزنس في حياتي 10 مرات، وفي الغربه وفي اوروبا وفي روسيا، لما بقى تلاقي كل اللي كانوا حواليك وبيقول لك يلا نطلع نشرب قهوه، نطلع نقعد على قهوه، فين؟ طب انا بس عايز 10 دولار ادفع بيه. يقول لك معلش اصل انا امبارح ماما راحت فين ودفعت فين، طب بس حاول لي حتى، مش عارف. انسى، عليا ضريبه ولازم ادفع ايجار طب ماشي بس وهو كان لسه معاك جنبك وكل يوم انت سهران. هتلاقي واحد او اتنين، ودول لازم تقدرهم، يعني هم دول هيبقوا جزء من نجاحك برضه، ان انت الاتنين دول مستحيل هيبقى اكتر من، يعني مش عدد كبير، هيبقى دايره صغيره. الناس دي لازم تقدرها وبرضه تسندها وهم يسندوك، لان انت محتاج ناس حواليك. النجاح جزء كبير منه اللي انت لازم تختار ناس ناجحه حواليك، فاهم؟ وهتلاقي برضه هم بيحاربوا طول اليوم. يعني انت تشوف فيديوهاتي دلوقتي، انا اخترت برضه حد اصور معاه فيديوهات كل يوم عنده نفس يعني انا بصور مع حد بالظبط نفس الشغف. توجه والرؤيه والشغف بتاع. بالظبط. وتلاقي برضو الصبح بدري 6 الصبح نبعت لبعض مسجات، حتى احنا اصدقاء بس عادي، هنعمل ايه النهارده 6 الصبح، تبعت لحد تاني من الناس اللي بتقول لك نتقابل بالليل 6 الصبح لسه في يكلمك السرير. يزعلك. انا في واحد بعت له الساعه 8 بالصدفه، كلمته غلط، كلمني يقول انت مجنون، كلمني 8 الصبح. والله اتخضيت ازاي، انا اوريدي اتعودت اصحى 5، فاهم؟ بس في ناس تانية بتصحى 5. هو ده اللي انت محتاجه بقى، انت محتاج تعرف الناس اللي بتصحى 5، بس ده هتعرفه بس لما بتبدأ بخطوات صغيرة، خطوات صغيرة، خطوات تافهة جدا. انت يعني كل اللي محتاجه، بدل مثلا ما بتاكل حتة عيش تحولها بيضة، بدل ما انت بتفطر عيش مع جبنة خليها بيضتين مثلا. شوف حاجة يعني نفس الكوست يمكن أرخص، يعني شوية جرجير أحسن ما انت مثلا تقعد تديها مربى مثلا، فاهم؟ يعني انت بتحاول تحط كربوهيدرات، غير ده بشوية جرجير وبيضتين، ما عندك طاقة رهيبة طول اليوم. لكن انت ضربت حاجات فيها سكر، ضربت حاجات فيها كربوهيدرات، هي كلها حاجات صغيره بس بتغيرها، بتغيرك. وهو ده اللي بيخليك مختلف، يخليني مختلف، ان انا بركز على الحاجات الصغيره. يعني انت بقيت خليني اسمرايز كده والخص النجاح من وجهة نظر جوردن. جوردن من وجهة نظره ان النجاح عبارة عن مكونات صغيرة عليك ان انت تشتغل عليها عشان تخلق شخصية. واحد عنده عادات، العادات دي هي اللي بيكتسب بيها النجاح. مظبوط. بيفضل يكرر ويختار ويشوف ايه الاصلح له في كل بند من البنود عشان يقدر يستغل وقته بشكل صحيح. فلما يستغل وقته بشكل صحيح هيقدر يكون فاليو او قيمة للإنسان اللي هو عليه، لأن الإنسان الحاجة الوحيدة اللي خدها من ربنا مجانية هي الوقت، ولكن مش كلنا بنعرف نستغل المورد ده بطريقة صحيحة. لذلك جزء لا يتجزأ من نجاحك كإنسان هو قراراتك في كيفية استغلال وقتك وفي صنع قيمة لوقتك اللي هتنعكس عليك كإنسان، تخليك في دايرة مختلفة عن اللوزرز أو الفاشلين. لأنه في الآخر معظم الناس اللي بتفشل في حياتها إيه الحاجة الكومن أو زي بعض فيها؟ هم ان هم بيضيعوا وقت، ويست اوف تايم. تضييع الوقت ما بيصنعوش منه قيمه، فبالتالي بيصبح انسان بلا قيمه. فبيعدي عليه الوقت والزمن وبيوصل في الاخر انه واحد ضيع عمره، يقول لك انا ضيعت عمري هباء،
ضيع عمره بلا قيمة، ما عملش حاجة لنفسه، ولكن اللي قرر زي ما هو بيقول يصحى 5 الفجر، ياكل أكل صحي، يروح يتمرن، يقرأ حاجات تفيده في حياته، يشتغل شغلانات مميزة، طول الوقت يطور من قدراته، يبعد عن الناس اللي عمالة تحبطه وتقف جنبه في الأوقات بس اللي فيها متع، والأوقات اللي فيها بنى النفس وبنى الذات مفيش أي قيمة. فبالتالي القرارات في كل الأمور دي فيها تضحيات، بس التضحيات دي عشان تكتسب حاجة تصنع بني آدم مختلف، تصنع بني آدم مميز عن غيره في كل أمور الحياة، والتميز ده هو اللي هيصنع نجاحك. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. وهتلاقي كل الناس عايز تبقى اصحابك في الوقت ده. وحاجه تانية كمان، يعني في ناس كتير بتركز على الحاجات اللي هي مش في ايديهم، وتسيب الحاجات اللي هي بسيطه اللي ممكن يغيروها. وهو دي اكتر حاجه انا اشتغلت عليها مع نفسي. يعني انا في حاجات في ايدي، انا كنت عايش مثلا في بيت الجامعه، في حاجات مش قادر اغيرها، بس تمرين مثلا ممكن اتمرن في اي حته في الشارع. يعني فانت بتركز ده انا لازم اروح الجيم ده ولازم ادفع 50,000 هي مش كده. يعني هي في حاجات كتير في ايدينا ممكن نشتغل عليها، زي ما انت قلت صحيا بدري في ايدينا ببلاش، اكل صحي عادي، يعني شويه بيض جرجير جزر مش حوار، فاهم؟ بس كل الناس بتبتدي تحط اكسكيوزز، وهو دي المشكله ان هي بتتنقل لبعض. انت يعني انت كانك بالظبط رميت ضفدعه في ميه بتغلي، بتنط على طول لان هي حست ان الميه بتغلي ونطت. بس لو حطيت ضفدعه وابتديت تغلي الميه وهي جوه الميه هتموت. ليه؟ لان هي مش هتحس ان حواليها دمرها. نفس الكلام، انت بتحط نفسك في وسط ناس بيقولوا لك يا عم احنا مش قادرين عشان ما فيش فلوس، ما فيش وقت، ما فيش طاقه، ما فيش اصلا مكان. طب هنعمل ايه؟ طب ما اصلا البلد ما فيهاش فلوس اصلا مش انت فاهم؟ تبتدي يحطوا اكسكيوزز على حاجات، وانت في وسطهم تبتدي تحس نفس الشيء. تحس ان انت برضو مش عارف تعمل، بقيت متكتف مشلول. فانت لازم تخرج من ده وتبتدي تشوف ايه اللي اقدر اغيره دلوقتي. انا اقدر اصحى بدري، هصحى بدري خلاص. هقدر اقرا ده، هقرا ده. هقدر اتعلم ده، هتعلم ده، فاهم؟ هقدر اخش على الويب سايت اللي هو بيديني $10 بس عشان اللي انا بفهم مثلا، بعمل اي حاجه بترجم مثلا، هخش وهعمل كل شهر مثلا $100 $200، تمام؟ فهي الموضوع كله اعمل اللي انت تقدر عليه في مكان ما انت موجود بس، واكشن. يعني هي الموضوع كله عمليه تيكن اكشن، فاهم؟ ما تضيعش طاقتك في الحاجه اللي هي مش في ايدك، لان انت طاقتك انت محتاجها للحاجه اللي في ايدك، فاهم؟ انا اعتقد موضوع الوقت ده موضوع مهم جدا ومحتاج نفرد له حلقات كتير. مظبوط. والصحاب والدايره. كده احنا سمعنا وجهة نظر محمد عن النجاح، وجهة نظر جوردن، وجهة نظر احكي محمود لنا بقى. بقى ما هو وجهه نظرك في عرف عرف النجاح. عرف النجاح من وجهه نظرك. بص، النجاح يا جماعة أنا مقتنع إنه هو السعادة، والسعادة هي شيء نسبي. فبالتالي أنا ما عنديش معادلة ثابتة للنجاح غير إن هو الشيء اللي بيوصلك إنك تبقى إنسان سعيد. لأنه في الآخر ممكن تلاقي دكتور جامعة بيروح بياخد مبلغ زهيد، ولكن بيخرج أجيال كلها فاكرة اسمه وحفرت له اسمه في التاريخ، وهو بيرجع بيته مبسوط ومفتخر بنفسه إنه بينشئ أجيال جديدة، ولكن ما بيعملش فلوس كتيرة. هو سعيد باللي هو فيه، فإذا هو ناجح. فبالتالي أنا بربط النجاح بالسعادة، مش بربط النجاح بالمال، أنا بربط النجاح بالسعادة. فلو سعادتك في إنك تكون موظف من 8 الصبح للساعة 3 الظهر، وبترجع بيتك تلاقي مراتك وأولادك وبتتغدوا مع بعض وكلكم عايشين حياة سعيدة، وهو ده سقف طموحك، فبالتالي انت ناجح، انت ناجح في اللي انت عليه. ولذلك بتلاقي ناس كتيرة بتقعد تسمع لناس تقول الكلام ده وهم، اللي هما بيقولوه اخرج من منطقة الراحة، اعمل مش عارف ايه. هو خروج من منطقة الراحة ده مطلوب في حاجة واحدة بس، ان انت مش راضي على الظروف اللي انت عليها وعايز تغيرها. ولكن لو انت سعيد باللي انت فيه ومقتنع بان حياتك هي دي اللي انت كنت بترغب فيها وبتبحث عنها، فبالتالي اختيارك لحياتك بالاسلوب ده مش محتاج تخرج منه من اي دايرة راحة. فاذا ده يودينا لاستنتاج بان النجاح هو شيء نسبي مربوط برغبتك وتوجهك ونظرتك في الحياة. السعادة بتجيلك ازاي؟ لان احنا مش هنعيش 100 مرة. كل واحد مننا بيبحث عن الأساليب اللي بتسعده في حياته، بيبحث عن الزوجة والأولاد اللي يعرف يكون سعيد في وسطهم، البلد اللي تريحه نفسيا، الظروف العمل اللي يكون فيها مستريح. بتلاقي ناس كتيرة جدا، يعني أنا عندي موظفين كتير في شركاتي، يجي تلاقيه يجي له عرض من شركة تانية، فيجي يقول لي إيه مستر محمود، أنا الصراحة ده الأوفر ليتر اللي جاي لي من شركة تانية، بس انا عندي تخوف كبير جدا ان انا مش هكون مستريح زي الراحه اللي انا موجود فيها مع حضرتك. انا بحس ان انا مش رايح الشغل، انا بحس ان انا جاي اتعلم واحس بحماسه ان انا في وسط اسره
شخص قائد هدفه انه ينميني ويطلعني لمستوى تاني، مش بيحاول يستغلني ويستغل مواردي. فممكن اروح اخد فلوس في مكان تاني بس ما اشعرش بالراحة والسعادة. بالظبط كده. فاذا لو جيت قارنت وحطيت للناس، تيجي تعرض على واحد تقول له ايه رايك ان انا اخلي ولادك بدل ما هم ناجحين يبقوا افشل بس ازود لك مرتبك، هتلاقيه يرفض. ايه رايك اخلي مراتك تبتدي تبقى عصبيه اكتر معاك ولكن هزود لك فلوسك، تلاقيه يرفض. فاذا دايما لما تقارن المال باي شيء بيحقق لك السعاده، بتخلي المال مش نمبر 1 بريورتي ولا هو اختيارك الاول، ولكن وانت بعيد عن ظروف السعاده بتقتنع ان المال هيجيبها لك. فبالتالي بتربط المال بالنجاح لانك مقتنع انك لما هتجيب الامور دي انت هتكون سعيد. وبالتالي في فرق كبير بقى ما بين انك تكون مبسوط وما بين تكون سعيد، لان السعاده دي حاجه طويله الامد، الانبساط شيء وقتي لحظي. فانا مثلا لو انا عايز اجيب ساعه معينه او نظاره معينه او عربيه معينه، بتبقى عندك حلم وهدف انك تروح تجيبها وبتقعد تتعب وتشقى علشان تحققه، واول ما بتجيبها بتلاقي شعورك باللذة ده بيبتدي يقل جراديولي لحد ما يوصل لمرحله اكنك اصلا ما جبتهاش. وده بالظبط. مظبوط، صح. فانت بتلاقي عندك هرمونات السعاده بترتفع مره واحده في رغبتك في اقتنائها، واول ما بتقتنيها بتقل الرغبه دي. فبالتالي بيورينا اكتر واكتر ان السعاده مش بتيجي بالمال، ولكن المال بيحقق لك برضو اجزاء صغيره زي ما قال جوردن، حاجات بتكمل لك شعور السعاده. يعني مثلا جزء من ان انت تعيش حياه سعيده هي انك تسكن في بيت كويس يعرف تكون فيه اسرتك مستريحه، فتشوفهم مبسوطين، فتلاقي ولادك عندهم العاب بره، فتلاقي الفلوس بتكمل لك الدايره دي، بتحاول تخليك تحط العناصر اللي توصل بيها مش لنجاحك، لسعادتك. فبالتالي عشان كده هنرجع لنفس النقطه، ان لو سعادتك نسبيه وراحتك فيها. انا اعرف ناس صحابي صدقوني كانوا واصلين لليفل غير طبيعي في فرنسا، بياخدوا دخل في الشهر يتعدى 50,000 يورو من شركات عملاقة. ومرة واحدة بكلم واحد منهم لقيت تليفونه مقفول خالص، مش عارف اوصل له بأي حاجة، فرحت بعت له ايميل، لقيته رد عليا بعد حوالي 4-5 ايام، بيرد عليا بيقول لي انا سبت كل حاجة وقررت اروح اعيش في المالديفز. ولقيته بعت لي صورة بيته عبارة عن بيت خشب، كوخ. بيت خشب قدام المية مباشرة، المية زرقاء تماما، ما عندوش حاجة في بيته تماما نهائي غير سرير ومطبخ صغير جدا. وهو كان عايش في باريس، مش عايز اقول لك بيفتح الشباك عنده توري فال برج ايفل قدامه، تحت عربية اس كلاس توب نوتش، لبس احسن، بدل احسن، كل حاجة. قرر يخرج من الحياة المبتذلة دي. بتلاقي دايما الاغنياء اللي وصلوا لمراحل شديدة جدا من الغنى تقول هو ليه ما بقاش يلبس براندات، هو ليه ما بقاش يفكر في متعة الحياة. ايلون ماسك قاعدين بيتكلموا معاه بيقولوا انت بيتك فين، قال لهم انا عايش في اوضه حديد جوه المصنع بتاعي. راجل ثروته 264 مليار دولار عايش في اوضه حديد في المصنع بتاعه. هل هي دي متعته؟ بالظبط، هي دي بقت سعادته. بعد ما حقق كل الفلوس اكتشف ان السعادة مش في المقتنيات، السعادة في تحقيق الذات. ده سعادته بانه يفضل طول الوقت بيحقق نجاحات في العالم، طول الوقت الناس بتتكلم عنه، طول الوقت الناس بتنبهر باللي بيعمله مش ما يقتنيه. انا والدي قالها لي زمان، قال لي ايه، قال لي وانت رايح تقدم على شغلانه او قاعد مع حد، انت مش بتحط له مفتاح عربيتك ولا بتوري له بيتك ولا بتوري له انت عامل ايه في اسلوب حياتك، انت بتوري له انت قيمتك ايه، انت علمك ايه، انت كلامك ايه، انت معلوماتك ايه. فاذا بنوصل للاخر، لان الهرم اللي عمله مازلو في احتياجات الانسان بيوصلك ان اعلى حاجه في قيمه الانسان هي انه يكون عنده قيمه مختلفه وتحقيق ذات عن كل اللي حواليه، وليست وصوله لاعلى قمه المال، لانه المال هيجي كده كده كمردود للنجاح. صح. يعني انا مقتنع ان الفلوس مش بتجيب النجاح، هو النجاح اللي بيجيب فلوس. ولو بصينا للاغنياء العشرة التوب في العالم هتلاقيهم حاجه اسمها سيلف ميد مليونيرز، سيلف ميد بليونيرز، يعني هم صنعوا الثراء بنفسهم، لم يتوارثوه، لم يجدوه موجود قدامهم. ايلون ماسك طلع من جنوب افريقيا، طلع على كندا، من كندا على امريكا، قاعد بيحاول يدور على الفرص. فاذا ده وصلنا ان الثراء والغنى هم شيء، كل ما بتتبع الشيء اللي انت بتبدع فيه وبتتميز فيه وبتجد سعادتك فيه، لان السعادة هي محور نجاحك. اعرف فين سعادتك. معظم الناس بقى بتفشل في حياتها عشان ايه؟ عشان كله شايف حاجة واحدة، الفلوس. هو مش شايف السعادة فين، فبالتالي لما يجري ورا السعادة هيجيله بقى مردود السعادة. ممكن يكون الراجل ده اصلا مش سعادته انه يكون معاه فلوس كتيرة، تكون عليه نقمة. عشان كده في ناس كتير تقول لك ايه، يا رب انا نفسي لما يكون معايا فلوس كتير ما اتغيرش. هو اكشولي انت لما بيكون معاك فلوس كتير انت ما بتتغيرش، انت بتطلع
حقيقتك بتزيد، انت بتزود بنزين على حقيقتك. فلو انت واحد خير وكريم هتلاقي نفسك بقيت كريم جدا. لو انت واحد متوسط وعندك نوع من البخل هتلاقي نفسك بقيت بخيل اكتر. لو انت واحد بتحب تأذي الناس وتستعرض عليهم هتلاقي نفسك بقيت في قمة الاستعراض وسلاسل الماظ واشكال ومش عارف ايه، عشان انت عندك نقص جواك، المال ملهولك. فاذا الفلوس هي أداة بتزود مما انت عليه من طبيعتك، سواء طبيعتك الخير، طبيعتك الشر، طبيعتك الكرم، طبيعتك البخل. انت مجرد الفلوس هتزودها لك. فانت ليس عليك ان تبحث عن المال، بل ابحث عن السعادة. ولو عرفت سعادتك فين كشخص هتلاقي طريق النجاح بتاعك، البيتس اند بيسز والاجزاء الصغيرة اللي بتكونها في حياتك. مش شرط انها بقت تصحى 5 الصبح، ممكن تصحى 12 الظهر وتسهر ل3 الفجر، لانك واحد بتبدع بالليل. على فكرة العلم اثبت انه الناس انواع، والناس في ناس حاجة اسمها early birds. بالظبط early birds دول الناس اللي بيحبوا يصحوا بدري وطاقتهم الصبح بدري وبتاع. وفي ناس بتبدع، تلاقي مثلا الفنانين كلهم يحجزوا الاستوديو الساعة 1-2 بالليل، يقعد يطبق ل8 الصبح. هو بالليل بيعرف يبدع، ما بيعرفش يبدع الصبح. فإذا هي شخصيات. الشخص بقى اللي عنده طاقة وبيحب ينزل ويتحرك بيسموه عندنا كده مفراك. المفراك ده لازم يبتدي حياته بدري، لأن الرزق بيتوزع بدري. بالظبط كده، الرزق بيتوزع بدري. لكن اللي مربوط نجاحه على ابداعه بتلاقيه دايما نايت بيرسون، واحد بتاع ليلي، كائن ليلي. يبتدي بقى بالليل كده يقعد شغل مزيكته ويشرب النسكافيه بتاعه، حياته تبتدي. فاذا ده يوصلنا الخلاصه بان النجاح بالنسبه للناس هو مربوط بالسعاده، والسعاده مربوطه بان كل واحد يفهم ايه الشيء اللي بيريحه. ولو عرفنا الشيء اللي بيريحنا فبالتالي احنا عرفنا الطرق اللي نوصل بيها لسعادتنا. ما نمشيش ورا القطيع. خلي بالكم ان برضو القطيع بتاع النجاح ده هو اللي عاملين ينشروه الناس. القطيع القطيع القطيع، ازاي تعمل فلوس اكتر، ازاي تعمل، لا هو عاوزين التوجه واللغة تبقى بعد كده ازاي تكون سعيد اكتر. ولو وصلنا ده انا مقتنع ان ده هيوصلنا لاحلى نقطة في النجاح. ولا انت ايه رأيك يا سعيد؟ انا 100% متفق معاك، ولكن عندي نقطتين فلسفيتين. يعني بنحب كده دايما كده ما نقولش حاجه ونتفق كده كلنا مع بعض عشان نخلي الناس كمان تفكر معانا. موضوع الصحاب وموضوع الوقت، انا بفكر نعمل ليهم بودكاست تاني ونتكلم عليهم، والسعاده مظبوط، لان كمان. الوقت خلاص. اه صح. انا مبسوط جدا، مبسوط جدا. اولا احنا مبسوطين كلنا ان انا احنا مبسوط مع ان انا بعض. معاكم. احنا مبسوطين كلنا ان احنا عملنا حاجة. وارائنا كلها متشابهه. بالظبط، احنا حاولنا نقدم لكم في خلال نص ساعة كده مفهوم النجاح من منظور كل شخص حقق نجاحه، من منظور كل شخص مختلف في آرائه وتوجهاته، ولكن في الآخر النتيجة واحدة، إن كلنا بنبحث على إن احنا نحاول نوصل للسعادة والراحة النفسية والنجاح. كلنا متفقين. ربنا يوفقكم ويكرمكم، ومبسوطين جدا احنا الثلاثة إن احنا كنا معاكم. ونشوفكم قريب ان شاء الله في مع بعض. بودكاست جديد هنعمله مع بعض، وهتبقى حلقات الوقت والسعادة. بالظبط كده. هنتكلم عن السعادة وعن الوقت، وهنتكلم عن امور كتيرة جايز تكون السبب اللي تغير لكم حياتكم للافضل. نشوفكم الحلقة الجاية. شكرا. شكرا جدا. جزيلا.